خرج لنا الرئيس كدبون، الرئيس المهرج البهلواني، بواحد تصريح اللي شويه مضحك ومؤسف في نفس الوقت. تيقول فيه بان في مطلع 2026 بان دوله الجزائر غادي يكون الانتاج المحلي ديالها كيناهز 400 مليار ديال الدولار. هل يتقبل هذا المنطق؟ يعني زيادة 173%، مع العلم أن هذا السيد هذا بغى يفوت الاقتصاد ديالو بالاقتصاد ديال أمريكا والاقتصاد ديال الهند وبالاقتصاد ديال الدول العظمى. يعني هو ربما كيهضر على 400 مليار ديال الدولار، كيهضر على أفريقيا كلها. هل يعقل السي كدبون باش تقول هذا التصريح هذا زياده ديال 173%، مع العلم ان دوله الهند دوله اقتصاديه كبرى وبانها الناتج المحلي ديالها تزاد بواحد المقدور ديال 8%؟ يعني بغيت نعرف واش هاد الدوله هذه ما فيهاش محللين سياسيين اللي خرجوا يواجهوك؟ واش ما فيهاش ناس ديال الاقتصاد او ناس كفء اللي يجيو يوجهوك ويقولوا لك ما تبقاش تشير الارقام الخياليه اللي كتجبد، راه هي ارقام اللي كتضحك فيك الناس وكتضحك فيك الشعب. وانا كشخص والله وليت كنحشم نقول بانني عربي، ولا تلاقيت مع شي واحد كنتناقش معاه وليت نحشم نقول له انا عربي، لان الا كان واحد واحد من العروبه كيطلع كيهضر بهذه الارقام ديال الحماق، يعني كرئيس، باعتباره كرئيس، يعني راه حنا وصلنا لواحد نهايه العالم. وكيفاش كتقول بان غادي تزرع 100,000 هكتار ديال زراعه غبره ديال الحليب؟ واش هل يعقل ان الغبره كتصنع كتزرع؟ حنا كنعرفوا بان الغبره راها كتصنع، وكيمكن غير مصنع ديال ان هكتار واحد، ماشي 100,000 هكتار كلها. هكتار واحد غادي يمكن لك تصنع فيه الغبره ديال الحليب. واش بغيتي تعلق البقر باش يبداو يلوحوا لك الغبره، ولا بغيتي تعلق الشعب ديالك باش يبدا يلوح لك الغبره؟ دونك الا كنتي نتايا ابله والشعب ديالك مكلخ وما واعيش، فاعلم ان راه كاينين الناس اللي متبعينك وكاينين الناس اللي كيشوفوا هاد التصريحات ديالك وراهما كيضحكوا عليك، كيضحكوا على الشعب ديالك. يعني بغيتي توصل لهذا المبلغ ديال 400 مليار ديال الدولار من الناتج المحلي، يعني واش بالصناعه اللي عندك كبيره، واش بالتجاره اللي عندك، واش بالسياحه اللي عندك، مع العلم ان عندك غير الغاز والبترول، ولكن كله كيمشي للبوليزاريو وكله كيمشي للدول ديال الغرب كلها فابور، ولا شاطط شي حاجه كياخذها النظام وكتاخذها نتايا والشعب كيموت بالقهر. يعني كنتمنى بان الشعب ديالك يوعى ويحاول يجاوب ويحاول يخرجوا بشي فيديوهات كيجاوبوا على هذه المهزله اللي كتحسب عليكم، كتحسب على التاريخ ديالكم وكتحسب على الرؤساء ديالكم، لان راه ما شفناش شي بلده بحال هذه البلده ديال هذا الرئيس هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.